لفة جلاش، فقلنا نعمل حاجة واحدة، حاجة يعني تفرح الأولاد وحاجة حلوة وكده. فجبت صينية الجلاش اهي وفتحتها وهقسم نصها في الصينية ونصها يعني نصها فوق ونصها تحت. عندك حشو حبيبتي احشي اللي عندك موجود، عندك زبيب حطي، عندك مكسرات حطي، عندك سوداني حطي، ما عندكيش ما تحطيش، مش هتفرق كتير. والسمنة هنجيب نص كوباية سمنة بلدي وعليها ربع زيت. بالله عليكم يا حبايبي يا ولادي انا متشكرة جدا جدا، متشكرة جدا جدا على التفاعل وربنا يخليكم ليا يا رب بحق النبي، وما اشوفش حاجة وحشة فيكم سواء داخل مصر او خارج مصر. وانا متشكرة جدا جدا. هعمل الصينية هنا الاول زيت، نص الجلاش حطيته في الصينية والنص التاني احطهم فوق. اللي عملته مهلبية صراحة، ما عنديش مكسرات، فصرفنا كده. جبت لبن وحطيت عليهم معلقتين نشا وحبة سكر صغيرين كده وحيقتهم اهو. شايفين يا حبايبي اهي، حبايبي داخل مصر وخارج مصر. وانا بشكركم جدا جدا يا حبايبي، ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا احلى ولاد واحلى احفاد، ربنا يديكم الصحه. هحط نص الجلاش فوق وارجع لكم تاني. بالله عليكم حبايبي اهي الحمد لله حطيناها في الفرن واستوت. هنطلع بقى حته ونحطها في الطبق ده اهو، الطبق ده. بالله عليكم لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش اللايك والشير، وحشني وعلقوا وقولوا اللي علق لي يقول لي هو من بلد ايه. ربنا يخليكم يا رب ويديكم الصحه وبارك في عمركم وتعملوا، وبالهنا والشفا للي هياكل وبالهنا والشفا للي هيعمل. ما تنسوش اللايك والشير وشكرا. اهي قطعنا وربنا يديكم الصحه ويكملها على خير. يبقى اعملوا يا ولاد، اعملوا بأقل التكاليف في البيت هتعملوها والله. هي لفة الجلاش جبتها ب8 جنيه ودهنت الصينية سمنة وجبت ربع كوباية زيت ونص كوباية سمنة وحطيتهم على النار بس فكوا مع بعض خلاص. وجبت نفس الصينية دهنتها ونص لفة الجلاش حطيتها تحت خلاص. ورحت عاملة القشطة الكدابة اللي هي باللبن الحليب ومعلقتين نشا، حطيتهم على النار ومعلقتين سكر اهو، حطيتهم في النص. وبقيت لفة الجلاش حطيتها على وشها، وبعدين حطيت بقى السمنة من فوق. ما تحطيش بقى بين كل ورقة وورقة سمنة، لا هتبقى مليطة قوي، هتبقى مليطة. وبعدين تحط السمنة والزيت من على فوق وتحطيها في الفرن. خلاص استوت جبتها. انت عايزة تسقيها لبن اسقيها، اغلي اللبن وسقيها، انما احنا عندنا السيرب رحت عاملاها بالسيرب وشايفينها مقطعناها وخدنا منها وكله. كتر خيركم او متشكرين لاحلى مشاهدين، لاحلى احفادي، لاحلى ولادي داخل مصر وخارج مصر. لو وصلت لغايه هنا ما تنسوش اللايك